السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عبد الرحمن وليد أو عبد الرحمن النص. النهارده عايز أتكلم عن كونسبت اسمه التطور. إيه العبط ده يا عبد الرحمن؟ كونسبت اسمه التطور؟ ما تقول التطور عادي وأنت تبقى عميق. حاضر. بص يا زميلي، بكلم واحد عايز يتطور، ولكن مش اللي قاعد على الدكة، خلاص، مش اللي قاعد على السرير عامل كده وبيقول لي بقول لك أنا عايز أتطور وعايز أبقى روش وعايز أبقى غني لا، ما بكلمش دوت. بكلم واحد تاني حاول وعافر وعمل حاجات كتير جدا وبرضه مش قادر ان هو يتطور. الحل الاتي: التضحيه. هتقول لي يا عبد الرحمن، يعني اقعد اضحي بالاوقات الحلوه مع اصحابي واقعد اضحي مش عارفه ايه عشان اقعد اشتغل؟ ماليش في الجو المتعاد والحمضان دوت. اللي انا اقصده ايه؟ ان انت اوقات لازم تستسلم. مثال على ده، مثال ملموس، بعد كده مثال ايه في الحياه بتاعتنا. اديني ودانك شويه، حتى لو انت مش فاهم انا بقول ايه، بس اديني ودانك. شايف الجهاز ده جهاز. الجهاز دوت بيشتغل بخمسة فولت. 5 فولت، تمام. شايف الجهاز ده بيشتغل ب 3.3 فولت. حلو قوي الكلام. هتقول لي انهي احسن؟ قول لي انت كده. هتقول لي طبعا ال 5 فولت يا عبد الرحمن. غشيم. احب اقول لك ان ال 3.3 دوت اسرع واحدث، وبص فرق شاسع، اقوى بكتير. طب هي اتعملت ازاي؟ ازاي تقول لي ان دوت 3.3 واحسن بكتير وده 5 واسوأ؟ احب اقول لك ان دوت ضحى بزياده الفولت دي مقابل ان هو يبقى فاجر. اللي انا اقصده ايه؟ اوقات كتير قوي تبقى انت في حياتك في حاجات لازم تضحي بيها، في حاجات لازم تستسلم. انت مثلا دلوقتي علاقتك مع اسرتك وسخه مثلا، تمام، تقعد بقى تضيع وقت وتدخل في اكتئاب لا، اوقات لازم تضحي، تستسلم خلاص. اوقات كتير قوي بيبقى الاستسلام ده معنى ان انت ايه، تطلع لقدام. انت مثلا في علاقه وسخه مع شله وسخه، يا اسطى اصل دول صحابي من كيجي، يا اسطى اصل انا متعود قوي عليهم، يا اسطى اصل هم هيبقوا كويسين بعدين. استسلم وسيبهم وامشي. هو ده الصح. اوقات كتير قوي لازم تضحي او تستسلم بحيث تعرف تاخد ايه، الستيب دي. ماشي يا رجوله؟ دي اسمها اي اس بي 32 ودي اسمها اردوينو نانو. عشان بس لو لا، دي اسمها اس بي 2 اس بي 32 اس ودي اسمها اردوينو نانو، تمام كده؟ عشان بس لو حد عايز يعرف. سلام.